ضيوف مصر اللي منورين مصر، ليه المصريين مش سايبينهم في حالهم؟ ليه مش سايبينهم يفرحوا بطريقتهم، يحتفلوا بطريقتهم؟ كل شعب عنده الطقوس الخاصة بيه، ليه مش سايبينهم يحتفلوا بالطقوس الخاصة بيهم؟ ليه مصر والمصريين عايزين يحجروا على أفراح الناس دي؟ هم يعني مش كفاية سايبين بلادهم وجايين عندنا وفي ضغط وبتاع؟ لازم ان احنا نكون معاهم ألطف من كده. ده الكلام اللي جنوب السودان وحكومة جنوب السودان وكل لاجئ عايز يسمعه من مصر والمصريين، ولكن أنا ردي عليهم كواحد مصري: امشي انا امشي غور امشي. يعني احنا هنا في مصر لسه بنحاول خلاص اهو نخرج من فكرة استخدام السلاح الابيض في الاحزان وفي الافراح وفي المناسبات وفي اي كلام وفي اي حاجة، ويدوب لسه المجتمع المصري خلاص بدأ ان هو يتعافى من هذا الامر. وفعلا الواحد بدأ ان هو يلمس فعلا ان الموضوع ده بدأ ان هو يقل ويتلاشى، وده طبعا نتيجة للجهود الجبارة اللي قايم بيها الرجالة المحترمة بتاعة الشرطة المصرية ووزارة الداخلية المصرية، المجهودات العظيمة اللي بيقوموا بيها بجد. يجوا بقى شوية عيال زي دول يعملوا كده عندنا وفي بلدنا، وكمان مش عاجبهم الكلام تقوم حكومة جنوب السودان تروح رايحة الأمم المتحدة بتشتكي قال ايه مصر بتعامل اللاجئين معاملة مش عارف ايه ومش عاجبهم الله 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 يا جدع، ما ان شاء الله عنه ما عجبك. هي القصة ان مصر بتحترم كل الناس، واحنا ما بنعملش حد وحش، واحنا بنحترم اي حد من اي جنسية، ولكن اللي يقعد بأدب في مصر اهلا وسهلا بيه ومرحب فترة معينة ومع السلامة على بلده، لحد لو عنده مشكلة لو عنده اي حاجة لحد لما تخلص يقعد لفترة معينة بأدبه الكامل وتحت طائرة القانون المصري، ومع الف سلامة بعد كده هتقعد بأدب اهلا وسهلا، مش هتقعد بأدب في 60 داهية انت واللي جابوه. دي بلدنا ودي شرطتنا، ونعمل اللي احنا عايزينه لصالح بلدنا ولصالحنا غصب عن اي حد ورغم انف اي حد.